بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية خلال المرحلة القريبة المقبلة، وهذا يمثل تطور خطير جدا، لأن هذه الخطة هي بند من بنود صفقة القرن التي تشكل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية. عمليا صفقة القرن بدأوا في تنفيذها ابتداء بإعلان القدس عاصمة يهودية، وأيضا مرورا بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية ومحاولة إلغاء وكالة الغوث الأونروا التي تمثل اعترافا دوليا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأيضا قانون القومية اليهودية الذي يمثل قانونا عنصريا ويجعل الفلسطينيين أصحاب الأرض مجرد جالية على أرضهم. خطة ضم الضفة الغربية هي تطور خطير، لأنه هذا من الناحية العملية يعني نهب الأراضي الفلسطينية، مصادرتها لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الطرد التدريجي لأهل هذه الأرض منها إلى خارجها، والسيطرة على الحدود، خاصة الحدود بين فلسطين والأردن. نحن أمام خطة خطيرة جدا. كفلسطينيين أعلنا موقفنا بشكل واضح ورفض هذه الخطة والعمل من أجل إجهاضها وإنهائها، وسنبذل كل جهد ممكن من أجل إفشال ومواجهة هذه الخطة الخطيرة. لكن اليوم نحن نوجه نداءنا لهذه الأمة الإسلامية في كل مكان. نحن أمام تطور خطير، القضية الفلسطينية أمام تطور خطير. الأمة يجب أن تستنفر وأن تستنهض من أجل حماية فلسطين ومواجهة هذا التطور الخطير المتمثل في محاولة ضم الضفة أو أجزاء منها للسيادة الإسرائيلية المباشرة. نحن ندعو إلى إطلاق كل حملات الدعم والإسناد بكل أشكاله، سواء كان إسنادا ماديا أو إعلاميا أو سياسيا، الإعلام الاجتماعي، الحراك المجتمعي. ندعو كل العلماء، كل النخب، كل المثقفين، كل السياسيين إلى التحرك، إلى تجنيد كل الإمكانات والطاقات إسنادا لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا التطور الخطير، في مواجهة هذه الخطة الخطيرة. ونحن واثقون أننا بإذن الله تعالى سنفشل هذه الخطط وهذه المؤامرات، وهذا الاحتلال هو فاشل بإذن الله تعالى. هذا الاحتلال زائل بإذن الله تعالى، وهذه القضية التي تمثل قضية حية في ضمير الأمة المسلمة وفي ضمير الشعب الفلسطيني. بهذه الحيوية وبهذه الإرادة وبهذا الجهد سنمضي معا بإذن الله تعالى، ليس لإفشال هذه الخطة فحسب، بل بإذن الله تعالى لاستعادة فلسطين واستعادة حريتها ودخول القدس بإذن الله تعالى فاتحين